خلصت المباراة يا عز الأهلاوي وكسبنا بفضل صاروخية الراجل ده، بفضل اختراقاته وانطلاقاته، مع تألق هادي رياض اللي خد كل الكور العالية وتقريبا محدش عارف يعدي منه، مع تألق مروان عثمان وكراته ونقله للكورة في كل حتة وتواجده في كل حتة في الملعب، وإنه دايما يكون المفتاح والحل لأي حد من زمايله مزنوق بالكورة، مع تألق اليو ديانج وضغطه المتتالي والمستمر على الكورة. وأول ما الأهلي يخسر الكورة بتلاقي أول واحد بيضغط هو اليو ديانج. دول سبب الفوز النهارده، وتكملة مروان عثمان في الكورة بعد تسديد بالعمري هو ده اللي خلانا نكسب النهارده. النهارده في شويه لعيبه كده، يعني امام عاشور النهارده ما حضرش، احمد رمضان بيكهام تألق بجد في الدفاع، ادى ما عليه. محمد هاني النهارده مايع، تايه. انت المفروض لبست شارة الكابتن، انت المفروض تبقى انت اللي فايق وتفوقهم. الاقيك انت اللي تايه واللي مايع واللي واقع فيهم ازاي؟ اقنعني ازاي؟ المفروض انت اللي تبقى فايق وتفوق اللعيبه دي، مش حد غيرك، لان انت اللي بقيت الكابتن. اشرف بن شرقي يا ترب والنبي ما تلعبوش ناحيه اليمين تاني، لعبوا على عدلته على الشمال، وخلي محمد علي بن رمضان هو اللي يضم ناحيه اليمين، خلي امام عاشور هو اللي يضم ناحيه اليمين. إيه؟ ليه؟ ليه تلعب امام عاشور ناحيه الشمال؟ هو مش وينج، ولعبها قبل كده ما اجتش فيها. جربناها هناك قبل كده اكتر من مره وما نفعش فيها. النهارده عمال ياخد قرارات غلط، عايز يرقص، عايز هو اللي يخش ويحط الجون. اخلص من الكوره، اخلص. لما ترقص مش هنحبك، احنا هنحبك لما تأدي اداء كويس. مصطفى شوبير لعب ماتش كويس، باقي اللعيبه كلها لعبت ماتش كويس. نزل طاهر، انا مش من داعمين طاهر مع احترامي له كلاعب وكشخصيه، يعني ما بحبش اشوفه في الملعب. نزل كام وش، مش محتاج اتكلم. نزل احمد نبيل كوكا، كان بيضغط في نص الملعب وبيلعب وبيتحرك برضه، نزل مكان مروان عطيه. فماتش جيد الى حد ما، كسبنا وخدنا 3 نقط وده اهم حاجه، مع وجود ارهاق لبعض اللعيبه وباين عليهم قوي. اولهم ياسين مرعي اللي جات له اصابه النهارده، فنتمنى له الشفاء ان شاء الله وربنا يقومه بالسلامه. ونتمنى ان هادي رياض هو اللي يخش التشكيل.